وفي الجزء الثاني عن متلازمة المرأة الخارقة عايزة أحكي لك على حاجة شخصية. من فترة في حياتي كنت بعمل نفس اللي انتي بتعمليه، بحاول أدي كل حاجة 100%، الشغل، البيت، العلاقات، الالتزامات، وكنت فاكرة إن ده أصل النجاح، لحد ما جسمي وقفني غصب عني بمشكلة صحية طويلة. وساعتها اكتشفت مفاجأة إن الحياة كملت من غير ما أفضل شايلة الدنيا فوق كتافي، والغريب إنها مشيت بشكل أحسن مما كنت متخيلة، والناس اتكيفت والمهام اللي عليا اتعملت والدنيا ما وقفتش زي ما أنا كنت متخيلة. وقتها فهمت معنى الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفهمت إن الإنسان مش مطلوب منه الكمال، مطلوب منه إنه يعمل اللي يقدر عليه. ومن يومها بقيت أحط حدود وأعتذر لما أكون مرهقة، وأقول مش قادرة بدون إحساس بالذنب. وخلي بالك، مفيش جايزة في آخر العمر اسمها الست اللي استنزفت نفسها عشان ترضي الكل ليها الجايزة دي. وعشان تعرفي ان الموضوع مش مجرد ارهاق عابر، تعالي افهمك ايه اللي بيحصل جوه جسمك لما تكوني في متلازمة المرأة الخارقة.